أهلا بيك يا أسد. هناخد قراءة طاقية ليك يا أسد شهر يونيو، شهر 6، وأهم الأحداث اللي جاية لك وأهم الرسائل اللي أنت بتستناها يا أسد. أول حاجة، طاقتك الشهر ده طاقة تعلق يا أسد. أمور لسه أنت عالق فيها، وأمور أنت لسه مش عارف، تايه جواك. عندك طاقة تعلق وتشتت، وطاقة انجذاب للماضي، وطاقة أمور عالقة أنت مش قادر تخرج منها ومش عارف تخرج منها. أوكي، خلينا نقول إيه تاني جاي للأسد. أسد، أنت محتاج إن أنت تحس مشاعرك أكتر، أو تسمع مشاعرك أكتر، أو تسمع صوتك الداخلي أكتر يا أسد. موضوع إن أنت مش قادر تسمع صوتك الداخلي، أو مش قادر تحس طاقاتك، أو مش قادر تحس نفسك، ده مؤثر عليك قوي. خلينا نشوف كمان يا ترى إيه أهم طاقاتك الشهر ده يا أسد، وأهم رسائلك كمان. احذر الخلافات مع الناس مش شبهك، ناس مش شبهك يا أسد. احذر الخلافات، واحذر التناقضات، واحذر الناس اللي بتدخل حياتك، واحذر حاجات كتير. أنا شايفة إن في طاقات تحذيرية كبيرة قوي لناس مختلفة عنك، ممكن يكونوا بيدخلوا حياتك أو أنت مش عارف تتعامل معهم. طيب، خلينا نقول إن برضو علاقة من الماضي، علاقة من الماضي بتدخل حياتك يا أسد. بتدخل حياتك وبتجذب لك أوجاع أو ألام، وكمان شخص بيدخل حياتك من الماضي اللي مزعج بالنسبة لك. شخص سام، تخلص من العلاقة دي لأن هي طالعة وبشكل سلبي. شخص داخل بشكل سلبي، شخص من الماضي داخل تاني حياتك علشان يعني هيعمل لك إزعاج. تخلص من الطاقة دي، الرسالة بتقول لك تخلص من الطاقة دي. خلينا نقول للعزاب والناس اللي منتظرة علاقة جواز، في كارت الجواز بيطلع لهم برضو تاني. يعني أنا شايفة إن كارت الجواز طالع للناس العزاب، الناس اللي مش مرتبطة، الناس من برج الأسد اللي لسه مستنية شريك حياة. هي في قدوم شخص ما لحياتك، ولكن أنت مش حاسس إنك مستعد. يعني هو جاي بس أنت مش حاسس إنك مستعد يا أسد. أوكي، خلينا نكمل وناخد طاقة الأسد. أهم طاقتك مع الشريك. هناخد طاقة الشريك ليك إيه يا أسد الفترة دي وشهر يونيو. أنا شايفة إن في هروب من مسؤوليات، وشايفة إن في طاقة مع شريكك مش أفضل حاجة. أنا شايفة إن هي محتاجة احذر الأفكار السلبية. في أفكار سلبية قوية قوي ما بينك وبين الشريك كمان، يعني هروب. أنا شايفة إنه هروب من أفكار قديمة بس بشكل سلبي برضو. احذر الطاقة السلبية دي، واحذر الطاقة دي تقيلة ما بينك وبين شريكك يا أسد. يعني احذر الطاقة، عايزة تقول لك في أفكار سلبية قوية قوي في عقل الشريك، وكمان في أشياء من الماضي لسه مدمرة حياته ومدمرة نفسيته. وكمان أنا بشوف إن هو يعني في مسؤوليات كتيرة في العلاقة دي هو مش قادر يتجاوزها، وأمور مش قادر يتجاوزها عقلية فكرية. طيب، خلينا نشوف يا ترى إيه هنقول. إيه مشاعره ليك إيه؟ مشاعر شريكك ليك إيه يا أسد؟ مشاعر الشريك ليك يا أسد، أنا شايفة إن في مشاعر مختلفة. طيب، أنا بشوف إن في نقلة مادية مالية ما بينك وبين الشريك، وشايفة إن هو حابب يدعمك في شيء مادي، بيفكر فيه وعايز يدعمك فيه. بس الشريك ده هو لسه، هو ممكن يكون مش جاهز ماديا، بس هو بيفكر يدعمك يا أسد. كمان بشوف إن هو شخص عايز يصلح معاك علاقة، رغم إن عنده أفكار سلبية، ورغم إن هو مجروح من الماضي، ورغم إن هو عنده آلام في حياته، ولكن الشخص ده بيفكر إنه يصلح معاك العلاقة ويأسس معاك علاقة جديدة، وعايز كمان يعمل لك فرحة. يعني هو في نيته ونوايا لك إن هو يسعدك، يعني في نوايا حسنة جدا من الشريك. وأي نعم في فقد شغف، وأي نعم في طاقات سلبية لأن ده بتطلع أكتر، ولكن أنا شايفة إنه برضه في نفس الوقت الشخص ده متشتت متقلب، وعنده مشاعر متقلبة الفترة الجاية. احذر تقلباته، لأنه هو عمال يطلع لنا أنا عايز أحقق أمنية للأسد وأعمل له حاجات حلوة جديدة في حياته، وفي نفس الوقت أنا تعبان من ماضي بجري وراه وبفكر فيه،
انا فاقد، يعني عارفين المشاعر المتقلبه ما بينك وما بين شريكك يا اسد. طيب خلينا نشوف هناخد ايه تاني ليك يا اسد. هو الشخص ده بيشوفك ازاي؟ ودي حاجه مهمه قوي. اوه مش عايزه اقول الكارت ده. اوه بجد بيشوفك لابس قناع الغدر، لابس قناع الخيانه والغدر. فانا شايفه كمان ان الشريك شايف ان في علاقه ثالثه يعني شخص من علاقه ثالثه في العلاقه معاك يا اسد، حاسس بيه قوي وحاسس بمشاعرك دي واصله له. طيب خلينا نشوف هل في طرف ثالث في حياه في حياه الاسد او في حياه شريك الاسد. خلينا نشوف هل في طرف ثالث في حياه شريك الاسد. هو اللي ظاهر لي مفيش طرف ثالث، ولكن يعني احذر ان انت توصله انه يدخل طرف ثالث في العلاقه يا اسد، بس مفيش طرف ثالث للبعض منكم يا جماعه. شريكك مفيش طرف ثالث للبعض منكم، لان في ناس عندها اطراف ثالثه. القراءه مش عامه، القراءه عامه قصدي. في ناس عندها اطراف ثالثه وفي ناس عندها انفصال الشهر ده. يعني في ناس طاقه الانفصال طالعه، الناس اللي عايزه تنفصل في طاقه انفصال طالعه. اوكي خلينا نشوف. وكمان طاقه جواز للناس العزاب، بس هم مش فاتحين. يعني شايفه ان الطاقه اللي معانا بتقول ان انت مش قادر تخايف، قلقان من الجواز. دي كانت قراءة الأسد. ويا رب تكون وصلت لك الرسائل وتفهم ما بين السطور يا أسد. وإن شاء الله يعني اللي محتاج توضيح أكتر، تفاصيل أكتر، أمور تظهر له أكتر عن الشريك، عن العلاقة، عن نفسه حتى، أو عن المادة. أنا عايزة أخد برضو عن الطاقة المالية، معلش قبل ما أنهي العلاقة أنهي العلاقة قبل ما أنهي القراءة. عايزة أخد على الطاقة المالية. الطاقة المالية عندك إلى حد ما فيها، عايزة أقول إنها للبعض منكم فيها استقرار إلى حد ما، والبعض منكم فيها تغيير وتجديد. وأنا شايفة إن في برضو في ناس فيكو بتمشي من مكان لمكان، وبتتنقل من مكان لمكان، أو بتغير مشروع أو مهنة أو عمل في الفترة دي، وبتكون خلاص جابت آخرها وقررت إنها تسيب الشغل ده وتسيب المشروع ده أو تسيب الوظيفة دي. وطاقة المال عندك متنقلة ومتحركة يا أسد، متنقلة ومتحركة معاك يا أسد. شكرا ليكم وسلام.